بنرجع لشهادات الخبراء الاجانب اللي جولنا عشان يطوروا منظومه التحكيم المتهالكه، والشهادات دي منسوبه لاصحابها ومنشوره في الصحف الانجليزيه. مارك كلاتنبرج بعد ما مشي خرج في تصريحات لصحيفه ذا صن البريطانيه وقال علنا: كنت بتعرض لتدخلات وضغوط من مسؤولين في الاتحاد عشان اغير تعيينات حكام لماتشات معينه، وكان في اشخاص جوه الجبلايه بيسربوا قراراتي للاعلام عشان يشنوا عليا حملات ممنهجه. وبعده البرتغالي بيريرا مشي وهو بيشتكي ان حكام الدرجه الثانيه والثالثه ما بياخدوش مستحقاتهم بالشهور وبيسافروا الماتشات من جيوبهم الخاصه، في نفس الوقت اللي النادي الكبير اللي بيصدر بيان هجومي الاتحاد بيرتعش منه ويغير له الحكم في الماتش اللي بعده. دي وقائع بتكشف ان الاداره قايمه على الموازنات والترضيات، والنتيجه ان دورينا بقى اطول واعجب دوري في العالم ملوش جداول واضحه ولا نهايه معروفه. ركز معايا يا صديقي لان اللي جاي يمكن يكون اصل الحكايه كلها. اصل اي منظومه لو الشباب ممنوع يدخلها يبقى ما تستناش منها مستقبل، وهنا لازم نفتح ملف مهم جدا ونبص على الوجوه اللي بتدير المشهد ده كله. لو جيت تبص على كراسي مجلس اداره اتحاد الكره او رابطه الانديه هتكتشف حقيقه واضحه: المنظومه دي تدار بعقليه نادي العواجيز، نفس الاسامي ونفس الوجوه بتلف في نفس الساقيه من 20 و30 سنه. يعني مثلا خد عند جمال علام رئيس الاتحاد السابق، الراجل ده دخل المنظومه وبقى رئيس اتحاد الكره لاول مره سنه 2012، ومن ساعتها هو بيلف في الكواليس ورجع تاني رئيس في سنه 2022، يعني بقى له اكتر من 14 سنه بيدير في نفس المشهد. طيب بلاش جمال علام ونبص على خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ده راجل طلع من عبايه الاداره الرياضيه من سنه 2002 لما دخل مجلس اداره الاهلي بالتعيين وفضل جوه المشهد الاداري والانتخابات لحد ما بقى نائب رئيس اتحاد الكوره في 2022. بقى له ربع قرن تقريبا، 24 سنه كامله بيتنقل من كرسي لكرسي في المنظومه الرياضيه. ولو رجعنا بالذاكره شويه لاحمد مجاهد اللي كان رئيس اللجنه الثلاثيه اللي ادارت الاتحاد، احمد مجاهد ده كان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره من سنه 93 في مجالس اداره بالتعيين، وفضل موجود وترشح رسمي في 2012 وفضل مسيطر على الكواليس لحد ما مسك اللجنه في 2020. احنا بنتكلم في شخص بقى له اكتر من 30 سنه